نحاول نغير فيه من بيتنا، من أصدقائنا، من أقاربنا. يعني ترفض بتاتا انها تكون زوجتك بتبرج؟ يعني ما استحوا، فهمت؟ والله قاعد اطالع انا زي كذا، يا اخي استحوا يا عيال، استحوا، بزر معها بزر يا اخي، لونها متبرجه، قلت ما عليه يا اخي كلكم شباب قلنا متبرجه يا اخي، عدي على الاقل متبرجه، لكن هذه يا اخي اتق الله بنفسك، بزره في يدها خذي مدري ايش، واخرتها تتكلم عليهم، يعني انت توقعت يعني شوف معروف انها تتكلم عليهم يا قليل الادب، تروح ما في امل، الى درجه انهم صاروا يوقفون قدام. اذا صارت يعني لابس عباية راس او انها متغطيه صح؟ لابس عباية راس ومتغطيه، ما تستحي والله، تستحي منها والله، ما تنظرها، تستحي منها غصب عليك، تستحي منها، لو كنت تستحي مره ما تقدر تنظرها. طيب لو تعرض لها واحد من الشباب هل تدافع عنها؟ والله بدافع عنها. ولو ما تعرف؟ لو ما اعرف بسوي اللي علي. ليش؟ يا اخي متستر يا اخي بحالها. الله اكبر يا اخي وين متستر تتبلاها وين فيه؟ اصلا شفتها بس تحمل ما مناظرها والله صدق ما مناظرها. هل تتمنى ان تكون زوجتك لابسه عباية راس لا الله لا يقولوا ثلاث، لا واحد متستره بعد بنت قريه بعد. بس لابسه عباية راس هذه بتحفظ بيتك وبتحفظك، بتحفظ عيالك، وحتى جيلك تربيه في عيالك، يعني بيتربون عيالك تربيه صالح. على قرار هذه فيها قصور نعم، تبرج، لا الثانيه فيها تبرج، يعني ظاهره بزينتها، يعني حتى معنا مذكوره في القران، يعني مذكوره في الاحاديث، يعني لا تضرب زينتكم ولا تضرب، يعني في المعاني يعني لا تضرب الزينه زي كذا، برضه مصرين. ما ترضاها ما ترضاها ام الابناء؟ ولا اثق فيها حتى، ولا اثق فيها حتى. كلام كبير هذا. نعم ولا اثق فيها نهائيا، ما اثق فيها على بيتي وعلى عيالي حتى. ترى يشاهدونك الان البنات. يشاهدوني البنات ولا ما يشاهدوني، انا اعطيهم الصراحه. نعم ان البنت سبحان الله تناظر فيها، المحتشمه ما حد يتعرضها. نعم صحيح، المحتشمه ما حد يتعرضها، ليه؟ دينها يا اخي يامرها على الشيء ذا. اهنيك. المتبرجه لا والله يا اخي، المتبرجه يا اخي سوء التربيه، سوء البيت، عملة البيت والفلتة كالألعوبة في أيدي الذئاب البشرية. يا بنات لا إله إلا الله، ارجعن إلى ربكن. الله عز وجل ينادي، الله عز وجل يناديك من فوق 7 سماوات. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، لا تقنطوا من رحمة الله، إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله. كم من قلب اشتعلت الفتنة في وسطه والسبب هي عباءتك، وكم من شاب عصى ربه وزلت قدمه والسبب هي عباءتك، وكم من شاب ما زال يقع في الحرام وما زال يصارعه والسبب هي عباءتك. لا تستعجلي، قال النبي صلى الله عليه وسلم: صنفان من أهل النار لم أرهما بعد، نساء كاسيات عاريات. تريدون مختصر الحديث ومعناه: وما رأيتن